ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا الف خير واتم مساحه كده واحسن حال. وحشتوني جدا جدا من الفيديوهات اللي فاتت. النهارده جيت لكم بفيديو جديد وروتين جديد من بيت اميره، ان شاء الله هيعجبكم. انا عارفه اني مقصره معاكم جدا في الفيديوهات، بس غصب عني. سليم كان مطعم تطعيم السنه ونص. فكان تعبان جدا وانا كنت قاعده عند ماما، فما كنتش بصور خالص. روحت بقى البيت وانتوا شايفين الاوضه كانت عامله ازاي. دخلت بقى بدات كده اول حاجه اني ارتب الركنه. طبعا الدنيا كانت نظيفة، انتوا عارفين ان انا كنت منضفة البيت قبل ما امشي، بس قلت بقى اسوي الركنة كده واظبط الدنيا على قد ما اقدر. فسويت الركنة كده. ورجعت بقى المخدات بتاعت الركنة مكانها. وكده خلاص خلصت الركنة. اغير بس كنت مشغلة العيال كرتون. هجيب بقى القرآن كده وبعدين اطفي النور وكده يبقى خلاص خلصت الأوضة دي خالص. طبعا الأرض كانت نضيفة لأن احنا مكناش موجودين. انا قلت ايه بس اسويها عشان نعرف نقعدوا فيها وكده. قلت بقى لم اللعب بتاعت العيلة. لميت بقى اللعب في البساطة كده زي ما انتم شايفين. طبعا هما بيقلبوها واحنا اللي بنلموها عادي يعني. وكمان سويت المفرش وكده خلاص خلصت الأوضة بقيت زي الفل زي ما انتم شايفين. وطفيت النور ودخلت بقى على البلكونة. كان عندي غسيل كتير جدا. الغسيل دي الحاجات اللي مبتخلص يعني. فقلت بقى ألمه عشان كان عندي غسيل غيره عايز يتغسل وكده، عشان افضي مكان يعني واعرف انشر تاني. فلميت كل الغسيل. وطبعا هقعد كده قعدت في الريسبشن كده طبقته ورجعت كل حاجه زي ما كانت. ووريكم بقى الريسبشن كان متبهدل. قلت بقى كده ارتبه كده واسوي الكنب عشان يبقى كل حاجه نظيفه. رتبت بقى الكنبه الصغيره وبرضو هعمل نفس الكلام في الكنبه الكبيره. لو انت وصلتي معايا لهنا من الفيديو يا ريت توقفي الفيديو وتنزلي تعملي لي لايك وتكتبي لي كومنت حلو زيك. ولو انت مش مشتركه في القناه يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. ولو انت مشتركه معايا في القناه اكتبي لي كومنت حلو زيك وشجعيني ان اعمل فيديوهات اكتر. الكومنت واللايك بيشجعوني جدا ان انزل فيديوهات اكتر. خلصت بقى كده الكنبه الكبيره. خلصت الكراسي كمان ورتبت السفره وكل حاجه بقت تمام وهو زي ما انتم شايفين. هرش بقى كده معطر. المعطر ده حلو قوي فريدة اللي هو بريحة الارابيست. تقريبا احلى نوع من المعطر بتاع فريدة. ريحته حلوه بقول لكم طعمه حلو. ريحته حلوه جدا. وكمان بيثبت في الشقه بالثلاث ايام فبجد حلو جدا جربوه. كان عندي بقى طبق كده ومعلقتين قلت اغسلهم عشان اسيب المطبخ نضيف. فقلت اغسلهم بقى كده معايا عشان اخلص المطبخ خالص. غسلت بقى الباسكت كده كان مش نضيف كان فيه زبالة وكده طلعتها بره. وبعدين قلت اغسله كده واسيبه يتصفى شوية عشان اركبه مكانه. وغسلت الكوباية بتاعت سليم كان بيشرب فيها عصير. كده خلصت بقى المطبخ بقى زي الفل. قلت بقى امسحها كده الرخامات. الحمد لله انا ما كانش عندي مواعين كتير لان انتوا زي ما انتوا عارفين انا بحب اعمل المواعين اول باول. فما كانش عندي حاجه. رجعت بقى الباسكت مكانه برش كده فيه معطر وبعدين بحط فيه كيس نضيف وبقفله. وكده خلاص خلصته بس كده. البوتاجاز برضو كان نضيف. كنت عاملاه بالليل يعني فما كانش في اي حاجه. هوريكم دلوقتي كل حاجه. كان عندي بقى غسيل زي ما قلت لكم فهبدا بقى كده اشغل الغساله. بطلع بس الحاجات الفاتحه وبسيب بس الغوامق. عشان ما احطش كل الغسيل على بعضه يعني. وبعدين بقى احط المسحوق بتاعي وهحط الكلوركس بتاعي وبعدين هشغل بقى الغساله. ونشوف انا ورانا ايه تاني هنعمله مع بعض. خلاص كده خلصت هقفلها بقى كده واشغل الدورة بتاعتها. كنت بحط هنا دوني واشغل الدورة بتاعتها واسيبها بقى ايه تشتغل هي مع نفسها لحد ما تخلص. وهننشر بقى الغسيل ده تاني مع بعض. خلاص بقى المطبخ بقى زي الفل زي ما انتم ما شايفين كده. خلصته خالص مبقاش فيه اي حاجه. دخلت بقى على الحمام وقلت انضفه برده كده معايا. زي ما انتم عارفين وزي ما انا مفهماكم انا بغسل يوميا الحوض والتويليت بس. بقيه الحمام بقى السيراميك والارضيات وكده دي ممكن مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع حسب يعني ما بشوفه متبهدل.
بس غير كده لا، بغسل الحوض يوميا وكمان التويليت، وبنضف الارض وخلاص كده الحمام بيبقى زي الفل. خلاص غسلته هنا، وهغسل بقى التويليت وهنضف الارض، وهدخل بقى على المطبخ عشان كنت عايزه اعمل كيكه. طبعا الكيكه انتوا عارفين ان انا بحبها جدا، اللي هي بتبقى في الطواجن دي. فنزلت بالبيض وفانيليا والسكر، وهدوبهم مع بعض كويس، وبعدين هدوبهم مع بعض كويس، وبعدين هنزل عليهم بكوبايه دقيق، ونص كوبايه زيت، ونص كوبايه حليب، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، و3 معالق كبار كاكاو خام. برضه هدوب مع بعض كويس قوي، وخلاص كده هبقى خلصت الخليط بتاع الكيك. اهم حاجه يبقى قوامه مظبوط زي ما انتوا هتشوفوه كده معاكم بالظبط. انا عايزاكم تجربوا الكيكه دي بجد، وهتدعولي بجد، هتعجبكم قوي قوي، هتدعولي وانا واثقه ان هي هتعجبكم. جربوها بس وقولي ايه رايكم فيها. خلاص بقى حطيت الحليب والدقيق والزيت، وهحط الكاكاو الخام ده، وهدوب بقى كل الخليط ده كده مع بعضه لحد ما يبقى قوامه زي ما هوريكم كده بالظبط. طيب دوبت بقى كل الكلام ده كده مع بعضه لحد ما الخليط يبقى زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى الطواجن وامسحها مسحه خفيفه كده من الزيت، وبعدين هنزل بقى بالطواجن لحد كده اكتر من ربعها بشويه. دهنتهم بقى كده وادخلهم الفرن. طلعت بقى كده من الفرن واختبرتها واتاكدت ان هي استوت. هسقيها بقى كده شويه من اللبن زي ما انتوا شايفين، واحط بقى على الوش بقى تحطي زي ما انت عايزه. ممكن تحطي صوص شوكولاته، ممكن تحطي نوتيلا. انا هنا كنت هحط نوتيلا، طبعا انا عاملاها في البيت وكده، فهحط كده على الوش نوتيلا على الاربع طواجن، وبعدين هحط كده شويه من الشوكليت شيبس على الوش برضو، وهسيبها بقى تبرد كده وتهدى. بجد بتبقى حلوه جدا وطعمها حلو، جربوها وانا واثقه هتعجبكم. يا ريت بقى لو وصلتي معايا للفيديو لاخر الفيديو تعملي لايك وكومنت حلو زيك، واكتبوا لي في الكومنتات عايزين الفيديوهات الجايه على ايه. هتوحشوني كتير، استناكم فيديوهات جايه على خير، ومع السلامه يا حبيب قلبي في حفظ الله ورعايته.